اهم الماتشات اللي هتحسم بطل الدوري المصري هو ماتش بيراميدز والزمالك. ماتش قوي جدا هيبين قد ايه يا زمالك انت عندك القدره انك تكمل في بطوله الدوري. علشان كده لازم نكون عارفين ايه هي مميزات وعيوب فريق بيراميدز اللي لازم نكون واخدين بالنا منها كويس جدا علشان نقدر نكسب المباراه. ولكن قبل ما ندخل في الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اللي يكون اشتراك في القناه. يلا بينا. اكيد لا شك منه يا صديقي العزيز انك عارف ان فريق بيراميدز اكتر خطوره بيقدر يعملها وهو في مركز الباك اليمين عن طريق محمد الشيبي، وعرضيات محمد الشيبي ورأسيات فيستون مايلي. ولكن لازم افاجئك بحاجه غريبه شويه، مش فيستون مايلي بس اللي بيقدر يسجل برأسيات، عندهم كمان حوالي 3 أو 4 لعيبه بيسجلوا بالرأسيات بشكل قوي جدا. ليتل كارتي ومصطفى زيكو وفيستون مايلي وعودة الفخوري اللي كويس في الكرات الرأسية لو لعب كأساسي. ولكن عشان تكون عارف أيضا إن خطورة بيراميدز مش في الباك اليمين وفي الكرات العرضية، بيراميدز عندها لاعب مهم جدا ولاعب بيبان في المباريات الكبيرة وهو ناصر ماهر. ناصر ماهر من اكتر اللعيبه اللي بتظهر بشكل قوي جدا في المباريات الكبيره، لاعب عالي جدا بامكانيات عاليه جدا. واكيد يعني يا صديقي الزملكاوي انت عارف ناصر ماهر كويس. ايضا كريم حافظ اللي بيقدر ينفذ الكرات العرضيه الارضيه بشكل متقن جدا، واللي بيدخل يكملها محمد الشيبي. فانا كده لو انا عاوز اقفل على فريق بيراميدز بشكل كويس لازم انا اقفل على محمد الشيبي. علشان كده لازم نبدا ببنتايج وفتوح. فاكر ماتش السوبر المصري؟ ايوه هو ده الماتش، هو ده الماتش. ولكن لازم تهاجم وما تعتمدش، طبعا مفيش ضربات جزاء. الماتش ده لازم تهاجم فيه مش زي السوبر الافريقي علشان انت عاوز ال3 نقاط مش عاوز التعادل ابدا يا صاحبي. فريق بيراميدز فريق مميز جدا في الكرات الثابته، وايضا مميز جدا في الركنيات، وايضا يا صديقي العزيز مميز جدا في التسديدات علشان موجود 2 لاعيبه بيشوطوا بشكل كويس جدا، حامد حمدان ومهند لاشين. فلازم نكون عارفين ان احنا نقدر نقفل بشكل قوي جدا التسديدات لفريق بيراميدز. طيب يا صديقي العزيز علشان اكون عرفتك مميزات فريق بيراميدز لازم تكون عارف ايه هي عيوب فريق بيراميدز. زي ما محمد الشيبي مميز لفريق بيراميدز لازم تكون عارف كويس جدا ان هو لما بيطلع يرفع عرضيه بيرجع بشكل سريع، لكن بيبقى في مكان فاضي وفي مساحه فاضيه. فالمكان ده صاحبي لازم تلعب لعيب خبرات علشان يقدر يستغل هذا المكان الفاضي. فلازما يبدا عدي الدباغ وناصر منسي الاثنين مع بعض. تقدر تستغل ايضا فريق بيراميدز مكتملا في الكرات المرتده، وشوفنا ماتش سموحه وجون حسام اشرف في الدقائق الاخيره اللي قدر سموحه يفوز على بيراميدز 2-1. ولازم كمان نادي الزمالك يستخدم التصويبات اللي عنده لعيبه مميزه جدا زي محمد شحاته وايضا محمد اسماعيل وايضا محمد السيد. ولازم نادي الزمالك ايضا يركز على الكرات الركنيه اللي مميز جدا فيها من وجود خوان بالزغي بيرفع عرضيات مميزه جدا، وايضا عبد الله السعيد لو لعب كاساسي. نيجي بقى لاخر حاجه وهي حته التشكيله الافضل لنادي الزمالك. لما نيجي نبص ايه هي التشكيله الافضل لنادي الزمالك، اول حاجه لما نيجي نشوف التشكيله الافضل لنادي الزمالك انا هحط المهدي سليمان في حراسه المرمى لانه بيعرف يلعب تحت ضغط ومميز في التسديدات. علشان ادي المهدي سليمان حقه هو كويس في الكرات الثابته والكرات العاليه. هيلعب باك يمين عمر جابر عشان اقدر ادافع بشكل قوي واقدر اكون مأمن الدفاعات واعتمد على الهجمات المرتده. وباك شمال هلعب بمحمود بنتايج، وفي خط الدفاع هلعب بمحمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، وهلعب في خط الوسط ب3. انا شايف ان ال3 دول لازم يبداوا وهم محمد شحاته محمد السيد واحمد فتوح. هلعب في خط الامام بخوان بزيرة وعدي الدباغ وناصر منسي. ولكن خلينا نقول حاجه مهمه جدا، فريق بيراميدز لسه على ما اعتقد فاضل له ماتش امام البنك الاهلي، فممكن فريق بيراميدز يقع تاني. فانت لازم تستغل الماتش ده بشكل قوي جدا انك تقدر تكسب فيه او تطلع بحد ادنى نقطه هي من خلال التعادل. ولكن علشان نبقى عارفين برضو يا جماعه ده مش ماتش مصيري، الماتش المصيري اللي بجد هو ماتشات الدور الثاني كلها. لازم تكون عارف ان الماتش ده مش ماتش مصيري يا صديقي العزيز. ولكن خلينا ندخل للحاجه المهمه الاخيره، فريق بيراميدز ولا فريق الزمالك اقوى سكواد؟ فريق بيراميدز اقوى سكواد، فريق الزمالك اقوى سكواد. علشان تكون عارف كويس جدا، عشان تكون عارف يا صديقي العزيز كويس اقدر احكم انهي اقوى سكواد، احكم بالفنيات واحكم ايضا بالشجاعه والقوه داخل ارضيه الملعب. ولكن الزمالك عنده قوه فنيه وشجاعه داخل ارضيه الملعب، يبقى مين اقوى؟ الفرقتين اقوياء. فلازم اكون عارف كويس جدا ان الماتش ده مش ماتش مصيري، ولكن ماتش ايضا مهم جدا لدى نادي الزمالك ولدى نادي بيراميدز.